عارفة ايه اللي بيوجع اكتر من اي حاجة؟ انك تكتشفي ان سعادتك كانت مربوطة بوجود ناس معينة في حياتك، وتيجي اللحظة اللي تلاقيهم مش زي ما كنتي متخيلة. النهاردة هنتكلم عن اكبر غلطة ممكن تعمليها وازاي تحمي نفسك منها. ليه ربطتي سعادتك بوجود ناس معينة؟ احنا ساعات من غير ما ناخد بالنا بنربط سعادتنا وراحتنا النفسية وحتى احساسنا بقيمتنا بوجود اشخاص معينين، نحطهم في مكانة كبيرة قوي ونخليهم ماسكين مفتاح حالتنا النفسية. لو هما كويسين احنا مبسوطين، لو اتغيروا الدنيا تقع جوانا. الناس بتتغير وده طبيعي، الموضوع مش انهم اتغيروا، الموضوع اننا كنا فاكرينهم مش هيتغيروا ابدا. الحياة بتقلب والظروف بتغير، واللي كان بيحبك ممكن في يوم يعاملك ببرود او حتى يوجعك، واللي كان سندك ممكن يختفي فجأة، واللي كنتي شايفاه امان يبقى سبب تعبك. ما تديش الناس اكتر من حجمها. كتير بنقع في غلطة المبالغة في التقدير، نشوفهم اكبر من حجمهم ونرفعهم فوق مكانهم الطبيعي، وبعدين نصطدم بالواقع ونحس اننا اتخدعنا. لكن الحقيقة احنا اللي رفعنا سقف التوقعات وادينا اكتر من اللازم. سعادتك مش مرهونة بحد، انت لازم تبقي مصدر سعادتك وسند نفسك. مش معناها انك تعيشي لوحدك او ما تثقيش في حد، لكن لازم تبقي عارفة ان اي حد ممكن يتغير، وساعتها لو حصل كيانك ما يتهزش. في ناس بس نسلم ونعدي. مش كل الناس ينفع يدخلوا دايرة حياتك القريبة. في ناس مكانهم على الهامش مش في القلب، وفي ناس لو قربت منهم اكتر هتتأذي. فخلي وجودهم السلام عليكم وبس، وعدي بهدوء. اتعلمي من الغلطة. التجربة وجعتك ماشي، لكن الأهم انك تتعلمي. اتعلمي تحطي حدود، اتعلمي ما تربطيش نفسك بحد، اتعلمي تقيمي الناس على قد أفعالهم مش كلامهم. مش غلط انك تحبي او تثقي او تتعلقي، الغلط انك تنسي نفسك وتعيشي حياتك حوالين شخص واحد. ركزي على نفسك وسلامك واهدافك، واللي يستحق مكان جنبك اهلا بيه، واللي ما يستحقش الباب يفوت جمل. افتكري دايما انت الاساس، وانت اللي بتصنعي سعادتك. حتى لو كنت لوحدك لسه قادرة تحبي نفسك وتعيشي حلم. لو الفيديو ده لمسك ما تنسيش تعملي اعجاب وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد.